ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حكايتنا النهارده حكايه حقيقيه واقعيه بنحكيها لكم للعبره والتعلم والموعظه، وطبعا في انتظار نصائحكم القيمه لشخصيات القصه. النهارده فرح سيلفي والبيت كله مليان ناس. كلنا كنا مبسوطين، اخيرا حازم هيتجوز بعد ما عدى ال35 سنه. اخيرا في واحده اقنعته بيها. البيت كله كان فرحان، وحماتي وحماية كانوا فرحانين جدا ومبسوطين. أعرفكم بنفسي، أنا كوثر وعندي 38 سنة، متجوزة من 20 سنة. اتجوزت صغيرة شوية، لكن إرادة ربنا إني ما خلفش لحد دلوقتي. الدكاترة أجمعوا إن احتمال إننا نخلف ضعيف جدا، وأنا خلاص شلت الموضوع ده من دماغي، لأني خلاص سني كبر، ما بقتش مستحملة عمليات ولا أدوية تاني. سلمت أمري لربنا. كان نفسي أبقى أم وأحس بطعم الأمومة، بس ربنا عاوز كده، الحمد لله على كل حال. النهاردة فرح سيلفي الوحيد، جوزي ما عندوش إخوات غيره. أخيرا بيتنا هيخش له فرح بدل الكآبة اللي احنا عايشين فيها. لبست واتشيكت أحسن ما عندي. دخل جوزي لقاني وأنا بلبس، قال لي إيه القمر ده يا كوثر، انتي حلوة أوي النهاردة. بصيت له كده وقلت له ما تكسفنيش بقى يا حسام، أنا حاسة إن الفستان بتاعي ده شكله مش حلو. قال لي بالعكس، انتي زي القمر النهاردة، ده انتي كده هتغطي على العروسة. ضحكت وكملت لبسي ولفيت الطرحة، وخدني ورحنا على الفرح. اتفاجئنا هناك ان العروسة لابسة فستان مكشوف من كل حتة، والغريب بقى ان كان حازم راضي ومبسوط، مع انها يعني محجبة في الحقيقة. انا قلت في بالي يمكن فرحانة وعروسة عايزة تفرح وكده يعني. لكن من اول الفرح لما جيت اسلم عليها، لقيتها بتسلم عليا كده من طراطيف صوابعها. استغربت جدا، خصوصا ان هي في الايام الخطوبة يعني ما كانتش قد كده خالص. فقلت لنفسي هي هتبتديها ولا ايه. الفرح خلص وكلنا روحنا البيت، وكل واحد طلع على بيته. تاني يوم الصبح نزلت عند حماتي علشان احضر الفطار، وخبطت على العريس علشان محضرين له فطار حلو، وخليت حسام يجي معايا علشان طبعا كنت محروجة لانهم كانوا لسه عرسان جداد. اول ما خبطنا لقينا سلفتي فتحت الباب بهدوم مكشوفة جدا قدام جوزي. لقيته هو دور وشه وهي لسه واقفة مكانها، ولا كأن في راجل قدامها. قلت لها احنا جينا نجيب لكم الفطار، صباح الخير. قالت لي شكرا، تعبتوا نفسكم، واخدت الفطار وقفلت الباب. جوزي قال لي ايه هي اللي عاملاه في نفسها ده. قلت له معلش، تلاقيها ما خدتش بالها بس يا حسام، عروسه جديده بقى. قلت في نفسي يعني انا لازم الم الموضوع كده، لا يفتكرني غيرانه منها ولا حاجه. عدى اسبوع والتاني وانا اللي بنزل لحماتي اخدمها واعمل لها الاكل، وهي طبعا مش بتمد ايديها في اي حاجه خالص، بتنزل بالليل كده شويه بس، تقعد معانا ربع ساعه وتطلع تاني شقتها. وفي يوم لقيتها نازله شبه عروسه المولد، وحاطه ميك اب مغرقه وشها كله. لقيت حماتي بتقول لها ايه اللي انتي حاطاه في وشك ده يا بسنت. ردت عليها قالت لها مالي حاطه ميك اب. قالت لها بس مش كتير شويه كده، انتي نازله كده لحماتك، مش رايحه فرح يعني. لقيناها زعلت، راحت طالعه حماتي ندهت لها وقالت لها اعملي حسابك من بكره هتنزلي الصبح تساعدي كوثر، هي مش هتشيل هي البيت لوحدها. طلعت فوق وما ردتش عليها، وفضلت يومين مختفيه، وحماتي ما بقتش طايقاها خالص وزعلانه عليا طبعا. قلت لها يا حماتي هو انا قصرت معاكي في حاجه علشان هي تنزل تساعدني؟ قالت لي لا، بس مش هتبقي انت شايله البيت كله كده لوحدك، وفي واحده تاني في البيت معانا. قلت لها خلاص يا ماما سيبيها براحتها. لقيناها نازله بعد 4 ايام والفرحه على وشها وبتقول لنا باركولي، انا شكلي كده حامل، عقبالك يا كوثر. لقيت حماتي بتعيط من الفرحه وبتحضنها وهي بتبصلي كده كانها بتواسيني. انا اتقهرت، مش علشان انا مش فرحانه، لا زعلت قوي علشان انا ما بحبش اصعب على حد. دخلت المطبخ اكمله وسمعت حماتي بتقول لها اوعي تتحركي من مكانك، حتى شقتك كوثر هي اللي هتنضفها لك كل يوم. قالت لها لا يا ماما مش عاوزه اتعبها. قالت لها تعب ايه، دي كوثر هتفرح لك اكتر مني. بصراحه انا اتعصبت وطلعت بره المطبخ على شقتي. هو انا هعمل ايه ولا ايه ولا ايه، انا هقدر اخدم حماتي وبيتي وبيت سلفتي كمان؟ لله الامر من قبل ومن بعد. نمت بالليل وصحيت على تليفون حماتي، يلا يا كوثر قومي جهزي الفطار علشان سلفتك لازم تتغدى. قلت لها حاضر يا ماما. لقيت حسام صحي، قال لي في ايه بتقومك بدري كده ليه؟ قلت له انا ملحقتش احكي لك، بس انت تقريبا كده حامل، ومامتك قالت لها ترتاح وانا اللي هعمل كل حاجه في البيت وفي شقتها كمان. رد عليا جوزي وقال لي ليه هم اشتروكي؟ مش هتعملي حاجه لحد، هي حامل مش مشكلتنا احنا. ونزل لمامته وهو متعصب وفضل يزعق وانا اهدي فيه. حماتي زعلت مني، افتكرتني ان انا مسخناه.
مشي راح على شغله، وانا قعدت افهمها انها فهمت غلط، وعلشان اثبت لها ده طلعت لسلفتي انضف لها بيتها. خبطت عليها وفتحت لي، وكانت بتمثل انها تعبانه قوي، وباين قوي عليها انها كانت بتمثل، عماله تقول حاسه ان نفسي بتغم عليا. وراحت دخلت على الحمام. دخلت انا الاوضه بتاعتها عشان انضفها لها الاول. فتحت الدرج علشان احط حاجات، لقيت فيه برشام منع الحمل ومتاخد منه. طب ازاي حامل وواخده منه؟ ندهت عليها اسالها هو ايه ده يا بسنت؟ قالت لي لو سمحتي خرجي دلوقتي. قلت لها هو في ايه؟ هو انت ازاي حامل وبتاخدي برشام منع الحمل؟ قالت لي وانت ازاي تفتشي في حاجتي؟ على العموم يا كوثر، انا رايحه النهارده للدكتور وتعالي معايا. وراحت قايله لي على العموم البرشام ده انا خدته اول يوم كده، قلت اعيش حياتي شهرين الاول 3 وبعد كده اجيب عيال، عقبالك ان شاء الله. في الوقت ده جوزها فتح الباب ودخل، لقيتها جريت تقول له اسكت يا حازم، مش كوثر مش مصدقه اني حامل؟ قال لي لا يا كوثر، بس انت فعلا حامل، احنا عملنا اختبار في المعمل وهنروح للدكتور النهارده. قالت له ما انا هاخدها معايا، ولو عن نظافه يا كوثر فانا مش عاوزاكي تنضفي لي بيتي تاني، انا هعمله واحده واحده. قلت لها لا انا مش قصدي، ما تزعليش مني. كملت تنظيف والدموع في عيني، ونزلت علشان احضر الغدا عند حماتي. واول ما لقيت حماتي بتقول لي مالك يا كوثر، شكلك كنت بتعيطي. قلت لها لا يا ماما ابدا، التراب بس دخل في عينيا وعيني دمعت كده لوحدها. قالت لي ربنا يا بنتي يكبر بخاطرك ويرزقك بالذريه الصالحه. دخلت احضر الاكل وانا مش قادره اقف على رجلي، وبسنت بعدها بساعتين نزلت تتغدى. اول ما نزلت قعدت على السفره، ولا قالت لي هاتي حطي طبق حتى. ولقيت حماتي كلامها كله اتغير معاها تماما، وبقت تعملها حلو جدا، وعماله تقول لها تعالي ارتاحي. حطيت الاكل ودخلت اجيب بقيه الاكل من المطبخ، لقيت حماية خرج من اوضته، واول حاجه عملها راح بايظ دماغ بسنت وقال لها اخيرا هتجيبي لي ولي العهد اللي نفسي فيه. عارفه يا بسنت لو جبتي لي ولد هكتب لكم كل حاجه في البيت والمحلات بتاعتي، وهتبقوا انتم اللي ماسكين كل حاجه، انا مش ضامن عمري. قالت له ان شاء الله يا عمي هجيب ولد وكمان هسميه على اسمك. قال لها بجد يا بنتي، ربنا يبارك لك يا رب ويكبر بخاطرك. طبعا الكلام نزل عليا زي الصاعقه. يعني هو قصده ايه؟ يعني انا هبقى في البيت كده خدامه وخلاص، وهي اللي هتبقى لها كل حاجه؟ ليه كده؟ انا ذنبي يعني اني ما بخلفش؟ انا مش عايزه اقعد في البيت ده ولا لحظه. حطيت لهم الاكل وقلت له انا هروح البيت عندي علشان ورايا شويه حاجات كده وهبقى اكل بعدين. ردت سلفتي عليا وقالت لي ماشي يا كوثر، ما تنسيش هتيجي معايا عند الدكتور النهارده علشان اطمن على البيبي. قلت لها ان شاء الله بعد المغرب كده هتلاقيني لابسه ومستنياكي. دخلت على شقتي واترميت على السرير وفضلت اعيط كتير قوي. لقيت حسام داخل عليا وهو مخضوض. قال لي مالك يا كوثر، في ايه اللي حصل؟ قلت له ابدا يا حسام مفيش حاجه. قال لي والله لو ما قلتليش هنزل تحت واتخانق معاهم كلهم. حكيت له على كل حاجه حصلت وكلام باباه وانهم عامليني خدامه في البيت. اتعصب جامد جدا وكان عايز ينزل يمسك فيهم كلهم، لكن انا هديته وقلت له انا اللي يرضيني انك تاخد شقه بعيده عنهم، احنا خلاص ما بقاش لنا حاجه هنا وهم اللي هيبقى ليهم كل حاجه. قال لي حاضر يا حبيبتي، اللي يرضيكي انا هعمله لك. قلت له انا دلوقتي نازله مع بسنت عند الدكتور علشان تطمن على البيبي. قال لي لا ما تنزليش معاها، تروح تاخد مامتها او جوزها معاها. قلت له ما ينفعش يا حسام، كده هيقولوا عليا اني غيرانه منها، وانا ربنا يعلم اني مش غيرانه، بس انا نفسي ابقى ام. لبست واستنيتها، لقيتها عدت عليا، خدتها ورحنا للدكتور ودورها جه قعدت على السونار. اول ما قعدت لقيت الدكتور بيقول ما شاء الله يا مدام، حملك ثابت وكويس جدا وفي كيسين قدامي، انتي حامل في توأم. فرحت لها جدا وقلت لها ما شاء الله يا بسنت، ربنا يقومك بألف سلامة. لقيت الدكتور بيقول لي عقبال ولادك يا مدام. بصيت له بكسره كده وقلت له انا ما بخلفش يا دكتور. راح قايل لي تحبي اكشف عليكي يمكن اقدر اساعدك. قلت له ملوش لزوم، مفيش فايده، لكنه صمم ان هو يكشف عليا وصمم ان هو يساعدني. واول ما قعدت على السونار كانت المفاجاه. اول ما قعدت على السونار لقيته بيقول لي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، انتي حامل يا مدام ما شاء الله. انا كنت حاسس انك حامل، وشك اصفر وشكلك مرهق جدا. قلت له ايه انت بتقول ايه؟ ده مستحيل انه يحصل. قال لي اراده ربنا فوق اي شيء. ردت سلفتي وقالت لا دي شكلها كده غارت مني وحملت معايا في نفس الشهر. رد عليها الدكتور وقال لها ايه اللي انت بتقوليه ده يا مدام، دي تخاريف، باركلها احسن.
بس الدكتور قال لي انا عاوز اقولك على حاجه مهمه جدا. انتي حملك مش زيها، هي حامل في توأم لكن حملها ثابت وكويس، انما انتي حملك ضعيف جدا، لازم راحه تامه لانك واضح انك بتعملي مجهود، حتى جسمك ضعيف. قلت له دكتور هو حضرتك بتتكلم بجد؟ انا بجد انا مش قادره اصدق اني حامل بعد 20 سنه. قال لي حامل والله، بس عاوزه مثبتات وراحه تامه. فضلت اعيط واشكر ربنا، لكن سلفتي حسيتها زعلت، مش عارفه ليه، زي ما يكون كده بتقول لنفسها يا ريتني ما كنت خدتك معايا. طلعت من عند الدكتور وكلمت حسام، وانا كنت بعيط وقلت له تعالى تعالى دلوقتي حالا عند الدكتور. قال لي في ايه مالك، حد زعلك؟ انا جايلك حالا دلوقتي. اول ما وصل اترميت في حضنه في الشارع وقعدت اعيط عياط هستيري جدا، واقول له انا حامل يا حسام، ربنا ما بيخيبش ظن حد فيه، حامل بعد 20 سنة. فضل يقول لا اله الا الله، انت بتتكلمي بجد؟ انا هبقى اب؟ انا الحمد لله يا رب، احمدك يا رب واشكر فضلك. وما بقاش مصدق. ردت سلفتي قالت له بس الدكتور قال لها ان حملها ضعيف ولازم انها ترتاح، وانا طلعت حامل في توأم والحمل كويس. قال لها الف مبروك يا بسنت، وشك حلو علينا اهو. روحنا البيت وكل اللي في البيت ما كانوش مصدقين، وفرحتهم ان كوثر حامل غلبت على فرحتهم ان بسنت هتجيب توأم. وكان باين في عيون بسنت الغيرة والغيظ. كنا قاعدين كلنا مع بعض نتعشى، فقلت لحماتي معلش بقى يا ماما، الدكتور قال اني انا حمل ضعيف قوي وعاوزني ارتاح، انا هروح لماما بقى تخدمني، مش عاوزه اتقل عليك. قالت لي اتقلي ايه يا بنتي، بس انا اخدمك بعيني، انت طول عمرك شايلاني، وبعدين انت بتقولي ايه، سلفتك اهي موجوده. ردت سلفتي وقالت سلفتها ايه، انا حامل في توأم يعني مستحيل اقدر اعمل اي حاجه، وبعدين انا لسه عروسه جديده، يعني مش هروح اقعد مع ماما علشان ما يصحش اسيب بيتي في اول الجواز، انا لسه متجوزه من شهر. قلت لها يعني ايه يا بسنت، انت عايزه الست الكبيره هي اللي تخدمك ولا انا اللي الدكتور قال لي ان حملي ضعيف؟ وكان قدامك الكلام، خلي حد من اهلك يجي يقعد معاكي ويخدمك، او خلي جوزك يجيب لك شغال، انا عن نفسي هروح اقعد عند ماما. حماتي ردت عليا وقالت لي حلوه فكره الشغاله دي يا كوثر، احنا نجيب شغاله تخدمنا كلنا وتاخد فلوس اللي هي عايزاه، وما تمشيش ولا تروحي لمامتك وتسيبينا، البيت هيبقى وحش جدا من غيرك. قلت لها اللي تشوفيه يا ماما. تاني يوم اتفقوا مع واحده تيجي تقيم معانا وتعمل الاكل وتنظف ال3 شقق علشان كلنا نرتاح. كنت بتابع كل اسبوعين والدكتور كان بيطمني، وبسنت كانت بتيجي معايا تتابع هي كمان، وفي كل مرة تسأله على نوع الجنين عندي وعندها، هتموت وتعرف، وانا ما كنتش حاطة في دماغي اي حاجة، كل اللي يجيبه ربنا كويس جدا. الدكتور قال لنا ان المرة الجاية ان شاء الله هيقول لنا نوع الجنين ايه. واحنا خارجين لقيت بسنت بتقولي انا كده كده واثقه اني هجيب ولد وبنت او ولدين، انا حامل في توأم. قلت لها يا بسنت ربنا يديك اللي بتتمنيه، انا بس عاوزه اجيب طفل سليم يكون معافي سواء ولد او بنت. قالت لي انتي هتلاقيكي هتموتي على الولد علشان تكوشي على كل حاجه. ولقيتها بتضحك كده وكأنها بتتكلم بهزار، لكن هو ده طبعا الكلام اللي كان جواها. عادت الايام وميعاد الدكتور جه، ورايحين متشوقين نعرف هنجيب ايه. قعدت بسنت اول واحده، الدكتور كشف وقال لها انت حامل في، وسكت شويه كده قال لها انا شايف قدامي بنت اهي ما شاء الله. لقيت بسنت وشها اتقلب وبتقول الدكتور يعني مفيش ولد ولا ايه؟ قال لها استني بس، احنا لسه ما شفناش البيبي التاني، المشكله انه قافل رجله مش مبين حاجه خالص، هيبان المره الجايه. قالت له لا يا دكتور ارجوك شوف لي العيل التاني، انا لازم اتاكد. قال لها لازم تتاكدي ليه، لسه بدري على الولاده، اتفضلي انت يا مدام كوثر نطمن على البيبي. قلت له ماشي يا دكتور. قلت له انا مش فارق معايا بنت ولا ولد، اهم حاجه يبقى طفل سليم معافي. قال لي هو ده الكلام الناس العاقله. طلعت على السونار عشان اكشف، لقيت الدكتور بيبص لي كده بيقول لي مبروك يا مدام، هتجيبي ولد والحمد لله، بصحه كويسه جدا، بس برضه لازم راحه وما تتحركيش كتير. رجعنا على البيت وكنت حاسه ان بسنت بتغلي من جواها ومش طايقه حد، مش طايقه حد يكلمها نص كلمه. حماية فرح قوي لما عرف اني هجيب ولد، ولقيته بيقول لي حفيد يجي بالسلامه وهكتب له نص البيت ده كله باسمه. لقيت بسنت بتبص له كده وبتبرق، وراحت طالعه شقتها من غير ولا كلمه. بقيت خايفه على نفسي وعلى اللي في بطني من حقدها، وبقيت عماله بدعي لها ان التاني يطلع ولد علشان تفرح وتتلهي عني. طلعت من شقتي وقلت اعدي على بسنت اهون عليها، لقيتها ناسيه الباب مفتوح، معرفش ايه اللي خلاني ادخل. لقيتها بتكلم حد وتقول له هي فاكره نفسها هتاخد كل حاجه، ده بعينها مش هسيبها تتهنى على اي حاجه، والبيت ده كله هيبقى بتاعي. جسمي اتنفض وطلعت اجري على شقتي، وبقيت عاوزه اخد جوزي ونروح بعيد عنها ومن شرها. انا مش عاوزه اي حاجه غير انها تبعد عني بس وتسيبني.
تسيبني افرح بابني اللي بتمناه من الدنيا. حسام جوزي جه ولقاني منهارة عمالة بعيط، قال لي مالك يا كوثر في ايه، في حاجة حصلت؟ قلت له انا عايزة امشي من هنا باي طريقة، انا مش مرتاحة. قال لي تمشي من هنا تروحي فين؟ في حد زعلك؟ قلت له لا مفيش، انا بس عاوزة استقل كده بحياتي بعيد عن البيت ده. قال لي ما ينفعش يا كوثر اسيب بيت اهلي وبيت ابويا، دول ملهمش غيري انا وحازم، اسيبهم يجرى لهم حاجة؟ انت شكل هرمونات الحمل كده مأثرة عليكي. عدت الايام وجه ميعاد الدكتور ورحنا له احنا الاتنين، وكان باين على وش بسنت الخوف. واول ما قعدت على السونار قالت له طمني يا دكتور بان؟ قال لها اه يا ستي بان، حامل في بنت وولد. قلت في سري الحمد لله يا رب. قلت لها مبروك يا بسنت، الف مبروك، والله فرحت لك قوي. قالت الله يبارك فيك يا كوثر، الدكتور طمنا. وروحنا البيت وحماية بقى طاير من الفرح انه هيجيله حفيدين. تصرفات بسنت بقت غريبة قوي، بقت تحاول تقرب من حماية وحماتي بطريقة كده ملحوظة، وبعد ما كانت ما بتنزلش تحت غير اخر اليوم بقت عايشة معاهم طول اليوم تحت، وبقت قريبة جدا لحماتي اكتر مني. طبعا انا عارفة هي بتعمل كده ليه، دي واحدة منافقة وطمعانة فيهم. انا طبعا مش زيها ولا عمري هكون زيها، انا بحبهم بجد زي ابويا وامي. وفي يوم كنت نازلة علشان هنتغدى مع بعض، وقفت ورا الباب سمعتهم بيتكلموا عليا، لقيت سلفتي بتقول لهم اني مستحيل اسمي ابني على اسم حماية وهسميه على اسم ابويا. وانا والله ما طلع مني الكلام ده ولا عمري اتكلمت معاها فيه. دخلت عليهم ولقيت حماية وحماتي ما بيتكلموش معايا، وما بقاش حد فيهم طايقني خالص في البيت. استقليت بنفسي وما بقيتش انزل عندهم خالص. وعدت 8 شهور، وفي نص الشهر التاسع جالي طلق الولادة. جريت عليهم لقيت سلفتي بتقولي تعالي، انا عارفه مستشفى كويسه قوي قريبتي شغاله فيها. جرينا عليها ودخلت اولد، واول ما فقت لقيت حماتي داخله عليا وتقولي الحمد لله على سلامتكم انتوا الاتنين، انتي وسلفتك ولدتوا. قلت لها يا بسنت ولدت ازاي، دي ما جالهاش طلق. قالت لي ولدت قيصري معاكي في نفس الوقت. قالت لي سامي وخدي بنتك، انت جبتي بنت. قلت لها بنت؟ بنت مين، انا حامل في ولد. قالت لي لا جبتي بنت، قولي الحمد لله. قلت لها الحمد لله على كل حال، بس انا الدكتور مأكد انه ولد. مسكت البنت وانا مش حاسه ناحيتها لاي مشاعر عن الامومه، حتى دي مش شبه ولا شبه جوزي. ولقيت حماتي بتقولي سلفتك جابت ولد وبنتها ماتت الله يرحمها ويصبرها، خدي ابن سلفتك اهو شوفيه. على هي مدفوق من البنك اخدت الولد في حضني، كان بيعيط جامد قوي، واول ما مسكته سكت خالص. قعدت ابص لقيته جميل قوي وشكله بريء. رحنا على البيت واخدت بنتي ورضعتها وشكرت ربنا على نعمته وفضله. انا قعدت 20 سنة ما بخلفش واخيرا بقيت ام. عدت السنين في بيت العيلة وسلفتي تصرفاتها مش بتتغير معايا، حتى بعد ما جابت هي الولد وانا البنت على طول ما بتحبنيش ومش طيقاني من غير ما اعمل لها اي حاجة. لكن الولاد كانوا بيلعبوا مع بعض على طول وكانوا بيحبوا بعض دايما. وفي يوم البيت كله صحي على صريخ حماتي، كانت بتصحي حماية ولقيته ما بيصحاش. جوزي وسيلفي جري وجابوا دكتور، لكن امر الله نفذ. البقاء لله، ربنا يصبركم. اتفاجئنا بعد العزا ان حماية كتب كل حاجة في البيت باسم سيلفي زي ما قال، لان هو اللي جاب الولد. كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي، وطلبت من جوزي اني اروح اعيش في مكان تاني. حتى حماتي ما بقتش معايا زي الاول من كتر ما سلفتي بتكرهها فيا. خدت جوزي وحور بنتي واخدنا شقة ايجار بره. وانا ماشيه لقيت سليم ابن سلفتي بيعيط وبينادي عليا ويقول لي ما تسيبنيش وتمشي يا طنط، انا عاوز العب مع حور وعاوزك تقعدي معانا. قلت له معلش يا حبيبي ابقى اجيلك تاني. قلبي كان بيتقطع عليه وكنت بعتبره زي حور بالظبط، بس انا ماليش قعد معاهم تاني بعد طبعا اللي حماية عمله ده، الله يرحمه بقى ويغفر له على اللي عمله ده. اتنقلنا في شقة تاني وقعدنا اسبوعين وسلفتي وحماتي ما كلمونيش مكالمة واحدة، لكن كان قلبي وكلني على سليم لانه كان ولد طيب وكان مؤدب قوي. اخدت حور بنتي ورحت ابص عليهم، لقيت حماتي تعبانه قوي وسلفتي قاعده وسايباها فوق. كانت سايباها لوحدها ومعاملتها معاها اتغيرت بعد ما كل حاجه بقت باسم جوزها. اول ما سليم عرف اننا جينا نزل يجري علينا انا وحور، وحشتوني قوي، انا قاعد هنا لوحدي، ممكن تسيبي حور تقعد معايا هنا؟ قلت له ما انا قلت لك يا سليم هبقى اجيلك. قال لي عارف يا طنط انا لما اكبر هتجوز حور علشان انا بحبها. ضحكت قوي وقلت ان هو طفل صغير يعني وبيفكر في الكلام ده ازاي، بس لقيت مامته بتضربه وبتقول له اللي بتقوله ده مستحيل يحصل. قلت لها ليه يا بسنت قد كده بتكرهيني، مش عاوزه ابنك يتجوز بنتي، عملتلك ايه يا بسنت لكل الكره ده؟ قالت لي اسكتي انت ما تعرفيش حاجه. لقيت حماتي خرجت على كلامنا ولسه كانت هتقول حاجه وقعت من طولها. نقلناها على المستشفى، فضلت في غيبوبه اسبوعين وانا كل يوم بروح ابص عليها وبسيب حور مع بسنت
وفي يوم حماتي فاقت، جريت عليها وانا كل همي اعرف هي كانت عاوزه تقول لي ايه. قلت لها ارجوك يا ماما قولي لي مخبين ايه عليا، كنت عاوزه تصرحيني بايه؟ قالت لي انا يا بنتي خلاص بموت ولازم تعرفي السر اللي مخبيينه عليكي. قلت لها حور مش بنتي صح؟ قالت لي يوم الولاده جبتي ولد. وفجاه لقيتها قطعت النفس والدكاتره دخلوا. قعدت اقول لها اصحي اصحي ما تسيبنيش متعلقه كده، اصحي قوليلي في ايه. لكن الدكتور بقى يردد ويقول البقاء لله. جريت على بسنت وانا كل غيظ، ازاي ضحكت عليا وخدت ابني وحرمتني منه. خبطت على الباب جامد، افتحي يا بسنت افتحي. فتحت لي الباب. قلت لها سليم ابني انا صح، هاتي ابني. قالت لي اهدي كده يا كوثر، مش بقولك انت ما تعرفيش حاجه؟ قلت لها ما انا عرفت كل حاجه. قالت لي انا بقى هحكي لك على كل حاجه، ما بقاش في حاجه تتخبى خلاص، الولاد بيكبروا ولازم يعرفوا. يوم الولاده انت فعلا جبتي ولد بس نزل ميت، وحماتي طلبت مني اديكي بنتي علشان ما تكسرش بخاطرك، وبالمقابل حماها هيكتب كل حاجه لجوزي. فانا سمعت يا كوثر ووافقت، وما كنتش اعرف ان في يوم ابني هيطلب يتجوز اخته. قالت لي ايوه يا كوثر انا طماعه وكنت بغير منك، بس انت لازم تعرفي ان سليم وحور ولادي انا واخوات، ولازم يعيشوا مع بعض ويعرفوا انهم اخوات. نزلت وسبت لها العيال من غير ولا كلمه، وكل احلامي اتدمرت، كل احلامي اتدمرت في لحظه. اعرف اني كنت عايشه في كذبه كبيره جدا، وانا اللي ابني ميت. وبسنت ازاي تتنازل عن بنتها علشان شويه فلوس؟ حماية وحماتي راحوا في ثانيه، والبيت كله بقى بتاع بسنت وحازم. روحت البيت وحكيت لجوزي على اللي حصل، بس الغريبه انه ما كانش متفاجئ، كان عارف كل حاجه ومشترك معاهم في الكذبه دي. وكان رده خوفنا نكسر بخاطرك لحسن يجرالك حاجه. قلت له هي الحاجات دي فيها كده؟ انتوا كلكم كدابين، ذنبهم ايه الاطفال دي تشتتوهم كده؟ فضلت في حاله اكتئاب فتره طويله جدا. وفي يوم لقيت الباب بيخبط وبسنت جايه هي وحور وسليم. حسيت ان روحي ردت ليا وهما بيحضنوني، ولقيت بسنت بتقولي انا مش عارفه اشكرك ازاي على تربيه حور، انا لو عشت عمري كله ما كنتش هعرف اربيها التربيه دي، ادب واخلاق، انت فعلا امها الحقيقيه. ارجعي البيت يا كوثر، انا لوحدي في البيت معيش حد يونسني، انا اسفه لو زعلتك في حاجه، انا اتغيرت والله. ارجعي، سليم وحور بيحبوكي قوي ودايما بيسالوني عليكي، وحازم قال لي ان عمره ما هياكل حق اخوه وهيكتب له نص البيت. انا مستنياك يا كوثر. ضحكت لها وقلت لها ان شاء الله هبقى كويسه وهرجع اكيد، احنا ملناش غير بعض. بعد اسبوع اتفقت مع جوزي اننا نرجع، وانا راضيه اعيش وسط حور وسليم حتى لو انا مش امهم. لميت حاجتي وانا نازله خلاص على السلم، فجاه اغمى عليا. حسام جري بيا على المستشفى. فقت على صوت الدكتور وهو بيقول لي حسام مبروك المدام حامل. وطبعا عايزه اقول لكم ان ربنا عوضني المره دي بتوأم، وربنا كرمني بولد وبنت، والحمد لله ربنا عوضني احسن ما كنت بتمنى. ودي كانت حكايتي معاكم النهارده، اتمنى تقول رايكم في الكومنتات، ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه.